بعد ما أنهى النادي الأهلي مهمته في كأس العالم للأندية في السعودية، انتقل مباشرة للإمارات وكأس السوبر المصري، ومهمة جديدة وتحدي جديد للنادي الأهلي. البطولة المكونة من 4 فرق من الدوري المصري، وهي الأهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا. البطولة هتقام بالكامل، وهي عبارة عن 4 مباريات على استاد محمد بن زايد في إمارة أبو ظبي في الإمارات، وهتدار بتحكيم مصري. هتتلعب مباريات البطولة على يومين، الاثنين 25 ديسمبر هتكون أولى المباريات ومباريات نصف النهائي. الأهلي هيلتقي سيراميكا الساعة 7 مساء، ودي المباراة المنتظرة بالنسبة لجماهير النادي الأهلي، مباراة الدور قبل النهائي. والساعة 3 عصرا هتكون المباراة الأولى في البطولة، وهي مباراة فيوتشر ونادي بيراميدز، والمباراة دي هتكون زي ما قلت لحضراتكم الساعة 3 عصرا، وهي أول مباريات البطولة. المباريات كلها هتكون مذاعة على قناة اون تايم سبورتس، وكمان على أبو ظبي الرياضية المفتوحة. الفائزين في المباراتين والخاسرين هيتقابلوا إن شاء الله يوم الخميس في مباراة تحديد البطل، اللي هتكون برضو يوم الخميس 28 ديسمبر الساعة 7 مساء. ومباراة الثالث والرابع الفريقين الخاسرين هيلتقوا بإذن الله الساعة 3 عصرا، علشان تنتهي البطولة اللي زي ما قلت لحضراتكم هي بتقام بنظامها الجديد. وإن شاء الله التوفيق للنادي الأهلي.